نستمع جميعا للرؤية التي نتمناها جميعا بس ربنا يهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، زملاء الأعزاء والإخوة الزملاء المستقبل الأعزاء أيضا من الأطباء والطبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا الإنسان بيدعى لمكان الأصل فيه الشباب زي حضراتكم كده يبقى سعيد جدا، لأنه مع تقدم عمر الإنسان البسيط لكن عمره في يوم من الأيام حس أنه انتقل من شبابه إلى مرحلة أخرى. ما زلت أعيش محبا للشباب، مستصحبا على قدر ما أستطيع حيوياتهم ونقائهم وطهارتهم. والأمر الثاني أنني تزيد سعادتي أيضا عندما أدعى لمكان أحد الصروح الطبية التي يفخر بها أطباء مصر وأطباء العرب، وهي كلية طب اسكندرية، التي يعني طالما عقدنا فيها مؤتمرات ومناوشات طول فترة السبعينات. رحم الله كل عملاء هذه الكلية الذين لقوا ربهم وتحملوا منا ونحن شباب السبعينات، في النصف الأول من السبعينات، تحملوا منا بكل حب ومودة وتقدير، ما يجعل الإنسان حينما كان ينظر للجامعات المصرية بعد هذه الفترة يملأ قلبه الحزن والأسف. حينما كانت الجامعات المصرية صروح للحرية والتعبير عن الرأي والأداء الراقي، واتحادات طلابية منتخبة انتخابا حقيقيا من الطلاب يتقدم فيها الجميع، الإسلامي واليساري والليبرالي، ويحدث انتخابات حقيقية يفوز فيها من يفوز، وإدارة الكلية كإدارة راعية لأبنائها وطلابها كانت على نفس المسافة من الجميع. طبعا الجميع الواحد مش شاف بعد كده قد ايه الطالب مش قادر حتى يعمل مجلة حائط، مش قادر يعمل ندوة في كليته، وعشان يعمل ندوة لازم يمر المسألة على فلان وعلان وتلتان، وبالتالي أحد شروط إن المحاضر عشان يجي ولا الندوة تتعمل أن يكون المنظمين من الحزب الوطني بل ينتمون لجهاز مباحث أمن الدولة، والمتحدث من الحزب الوطني وينتمي بطريقة أو بأخرى لمباحث أمن الدولة، ويكون أهالي مصر على مدار هذه الفترة، مصر العظيمة الكبيرة صاحبة الحضارة والقيم والثبات، أهانوها، نظام أهانها إهانة كبيرة كنا نشعر بها نحن الذين نسافر للخارج كثيرا، حينما كنا نلقى غير المصريين إلى أي مدى يقدرون ويحترمون ويكبرون قدر مصر ومقامها، ولكن كان قلوبهم تمتلئ حزن أن أداء مصر كنظام وليس كشعب بهذه القلة في الحجم والقلة في الأداء اللي كان الواحد بيشوف. وأنا فاكر من سنة كنت في ماليزيا وقابلني الأخ العزيز السفير، هو على المعاش دلوقتي، هاني شاش، سفير مصر كوالالمبور، وقال لي تصدق يا دكتور عبد المنعم عن أحد كان يتصور أن يأتي اليوم اللي أهل ماليزيا يقذفون السفارة المصرية بالحجارة وبالطماطم وبالبيض الممشش أثناء حرب غزة نتيجة الموقف المهين للنظام المصري في هذا الوقت الذي تواطأ على حصار 1.5 مليون وتحويل قطاع غزة إلى سجن ل1.5 مليون من البشر، سجن لم يمر على تاريخ البشرية. قلت له عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، تديني قاعد في مكتبي اقفل عليا اطلع اقول ايه؟ اقول لهم انتوا غلطانين اللي بتغلطوا النظام المصري هو غلطان. طب اقول لهم لا النظام المصري غلطان، ما اقدرش، ده انا ممثل النظام المدعوس للاسف الشديد هنا في كوالالمبور. فالراجل كان يملأ قلب الحزن. مصر بثوراتها ثوره 25 يناير استردت وجدانها بطريقه لاسترداد عافيتها. نحن اسقطنا نظام أساء لمصر إساءة بالغة، دسم بالاستبداد والفساد غير مسبوق، لكن نحن الآن بننظر للمستقبل ونحن نجلس مع الشباب
الذين هم حاضر الأمة ومستقبلها إن إحنا عاوزين نبص لقدام، عاوزين نبني وطننا. إحنا ربنا بشهادة واستشهاد واستبسال هؤلاء الشهداء الأبطال الأبرار من اسكندرية ومن السويس ومن القاهرة، الذين أنا أقول دائما أن هؤلاء هم قادة الثورة الصادقون الحقيقيين اللي دول قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن بدون انتظار لا لشكر ولا لواء ولا لتقدير. وأسرهم العزيزة علينا والكريمة على نفوسهم التي احتسبتهم عند الله سبحانه وتعالى دول قادة الثورة الحقيقيين، والذين فرضوا علينا نحن الذين لما بعد نعيش في هذا الوطن الحر الآن فرضوا علينا ضريبة كبيرة جدا دفعتنا إلى أن نتقدم لأجل خدمة هذا الوطن. وكان دائما ضميرنا يتحدث دماء الشهداء دي أمانة في رقابنا، لا يمكن نترك الوطن نتفرج عليه حتى يعود مرة أخرى لنكسته السابقة. ولابد أن كلنا جميعا كل الوطنيين المخلصين بكل اتجاهاتهم ودعواتهم يتقدموا لحمل مسؤولية بناء هذا الوطن أيا كان المكان الذين يحملون فيه هذه المسؤولية. في الأمام، في المؤخرة، في المقدمة. لا عذر لمواطن مصري بعد الثورة أن يكون متفرجا على الحالة المصرية. لا عذر لمواطن مصري أن يكون غير مشارك في الهم العام لوطنه ومصر. مصر لن تبنى إلا بتكاتف كل أبنائها ومشاركة كل أبنائها في هذا الهم العام. اللي بيدخل حزب أو يعمل حزب، يعمل جمعية، يعمل مؤسسة، يقدم خدمة لوطنه بأي شكل من الأشكال، وليت هذه الخدمة تؤطر وتقنن حتى يضمن لها الاستمرار والديمومة. هو ده مفيش عذر. يعني الكتلة الصامتة اللي كانت في مصر بشكل من 80 ل 90% من الشعب المصري بنقولوا عليها الكتلة الصامتة، وانا كنت اقول الكتلة التي اعلنت العصيان المدني الصامت، مش هي صامتة لانها سلبية، لا، هي كان اعلان مدني صامت نقمة وغضبا على هذا النظام الذي اساء لمصر وجوع شعبها واحدث ما احدثه فيها، وكلكم تعرفون ذلك. هذه الكتلة يجب ان تتحرك الان وتفرض نفسها على كل الحالة، لان هي صاحبة الحق الاصيل التي تشكل التيار الرئيسي في مصر. هي صاحبة هذا الحق الاصيل، هي صاحبة العنوان، عنوان مصر الكبير وهو عنوان الحضارة الاسلامية. هي صاحبة هذا العنوان من المسلمين والمسيحيين الذين بنوا هذه الحضارة وأقاموها على أكتافهم جميعا. هم أصحاب هذا الوطن، وبالتالي لا يجوز لأحد منهم أن يظل متفرجا أو صامتا. لابد أن يكون له دور ويؤديه بقدر من الوطنية والإخلاص والتعاون مع الآخر. نحتاج أن نواجه التحديات التي تقابلنا أيها الإخوة الأعزاء، وأول وأخطر هذه التحديات اللي بيخوفوكوا كتير منه هو التحدي الاقتصادي. يقول لك مصر بتنهار، السياحة وقفت، صحيح تأثرنا، الحالة اللي موجودة في ليبيا اللي كل ده، لكن ما زال الحمد لله نحن لم ندخل في مرحلة الانهيار. وده يحتاج ألا ندخل، مش يحتاج نستنى، وده يحتاج بأن نضاعف أدائنا وإنتاجنا سواء إنتاج السلع أو الخدمات. يحتاج أن نعاون الأمن على الاستقرار حتى نسترد الأداء السياحي في مصر. مصر ممكن تبقى دولة سياحية كبيرة جدا، مش يجي لها 10 مليون أو 20 مليون في السنة، يجي لها 100 مليون في السنة، ويجوا يحترموا قيم وسلوكيات هذا الشعب. السياحة تبقى في ذهن البعض إن هي عبارة عن حرية خمر، لا، السياحة ليس هكذا، السياحة لا هي ليست أبدا كده. إذا أتى السائحون في مجتمع له صفات وله أداءات وسلوكيات سيحترمون، وإذ لم يوجد فدي مسائل. ونستطيع أن نسترد العافية الاقتصادية لمصر باستقرار الوضع القانوني واستقرار الوضع الأمني، لأن الاستثمارات الخارجية كلها تريد أن تأتي لمصر. امبارح يا جماعة في صندوق النقد الدولي أنا كنت قاعد معاهم وقلت لهم كفوا على أن يستخدم صندوق النقد الدولي لفرض سيطرة سياسية على الدول
الضعيفة، وده كنتوا بتعملوه في مصر قبل كده. مصر بعد 25 يناير ليست دولة ضعيفة، يا اما تتعاملوا معانا باحترام وبتقدير، ويكون سواء القروض او الاعانات التي تاتي من الصندوق يكون شرطها الوحيد هو ان تكون مصر ديمقراطية وحرة، لكن لا يوجد شروط اخرى. لو ما كانش كده لن نقبل منكم شيء. وقالوا ان هو ده توجهنا الذي نريده، لكن لم يكن امامنا للتعاون مع مصر في النظام السابق الا ان نتجاوز هذه المساله. قلت لهم انتم ارتكبتوا جريمه حينما تجاوزتوه. الجماعه اللي في الخليج، وانا كنت في زياره لقطر والدوحه لشيخي واستاذي الكريم الشيخ يوسف القرضاوي، والتقيت ببعض المستثمرين هناك، قالوا نفسنا نجيب بدل ما نودي ملياراتنا لاوروبا وامريكا نفسنا نجيبها في مصر، لكن نحتاج استقرار الامن وان يكون في هناك دوله القانون. معقوله مستثمر كان يجي مصر يجيب كام مليار جنيه يلاقي نصهم متوزعه على فلان في الرئاسه وفلان في الشورى وفلان هنا وفلان هنا، والنص الثاني يجي يعمل بيه مشروع استثماري لا ضعف وسط المشاكل القانونيه. هذه المسائل تنتهي في طريقها للانتهاء، وستكون ان شاء الله مصر دوله القانون، وستكون مصر دوله الامن والامان. مسألة تحتاج مننا بعض الصبر. الثورة الفرنسية قعدت 10 سنين لغاية ما استقرت الأوضاع. مصر مش هتقعد 10 سنين ولا أكثر من 3 سنين إنما تستقر الأوضاع ونسترد العافية السياسية والاقتصادية لمصر، لكن ده يحتاج لتكاتف. الصورة اللي مطروحة الآن صورة شكل من أشكال التخويف الإعلامي والإزعاج الإعلامي لما هو آسف. احنا زعملنا انتخابات حرة وديمقراطية، هيجي الاسلاميين والرجال الاسلاميين هتبقى كارثة، وكل بنت بتفكر يا ترى الاسلاميين لو جم حكموا مصر كل واحد منهم يمشي بكرباج كده في الشارع يلاقي بنت مش محجبة ولا ايه الحكاية دي. مصورين ان الاسلاميين دول ناس هيجوا بالزعابيط من المريخ وهينزلوا كده وحاجات منظر عجيب. يا اخوانا الاسلام موجود في مصر من 14 قرن. ايه الاستهبال السياسي اللي بتعملوه على شعبنا؟ اكنه شعب ساذج وعبيط. مصر الإسلامية بقى لها 14 ويجي شاب غلبان ويقول له ماذا لو قامت الدولة الإسلامية في مصر؟ امال ايه الدولة اللي بقى لها 14 قرن في كانت دولة ملحدة مثلا؟ ما الدولة الإسلامية موجودة في مصر بقى لها 14 قرن نعتز بها واجتماعي لها، لحق بها عطر وانحراف وفساد، والذي نريد أن نصلحه جميعا بكل اتجاهاتنا. من يرضى أن تجيب الحرية والكرامة عن ابن مصر؟ من يرضى أن تجيب العدالة والقصاص عن أبناء مصر؟ من يرضى بأن تنهى أبواب مصر وتسرى؟ احنا بنصلح في كيان كبير مر عليه 14 قرن من إسلاميته وتدينه، وحد يقدر يخلي مصر من مؤسسة وطنية بتحمل القيم المسيحية زي الكنيسة المصرية موجود؟ هنعمل مسيحية جديدة، هنعيد تصنيع مصر. ما حدش يعرف يصنع وطن عريق زي مصر، لكن في خلل لاحق في هذا الوطن العزيز بنحاول نصلحه بالتعاون بيننا وبين بعض. والزوفه اللي موجوده دلوقتي الاعلاميه اللي بتعمل عمليه تخويف والتي تدفع بعض الكارهين لمصر ان يتجاوزوا حتى ما نالوا به هم من احترام الديمقراطيه. يقول لك يعني الله هو احنا دلوقتي بعد الاستفتاء قال مجلس الشعب والشورى وهو ينتخب من بينه مجلس يحط الدستور او كذا، مش كان المفروض الدستور يتحط اولا؟ صح، كان المفروض انا لست مختلف على الدستور، بس احنا عرضنا شيء على الشعب وافق عليه. ليس امامنا كمختلفين مع عرض الا ان نحترم، ما حدش يلومنا. وكان هذا النداء كان يجب ان يتم مبكرا، وهذا ما نادينا به، لكن ما حدش تجاوب معنا في وقتها مع هذا النداء. وفي الاستفتاء ده، والاستفتاء عطى خريطه طريق لاسترداد السلطه السياسيه في مصر سواء كانت برلمان او مجلس الشورى او رئاسه. علينا بقى نكمل، وبعدين احنا داخلين وبنقيم دوله حره وديمقراطيه. والله ايا كان اللي يجي يساري ولا يميني ولا اسلامي ولا غير اسلامي، في انتخابات بعد 4 أو 5 سنين إذا لم يحسن الأداء نسقطه ونجيب غيره. وإذا انحرف عن المصالح الوطنية العليا مش هنستنى الانتخابات. نحن عرفنا طريقنا كشعب كيف نغير الأنظمة إذا انحرفت عن أدائها الاستراتيجي. يعني وسائل التغيير أصبحت متاحة وموجودة ومفيش محل. ما دام اللي جاي مصري أيا كان اتجاهه، وما دام المصري اللي جاي هيجي بإرادة شعبية حقيقية، فنحن نرحب بيه.
والدستور هيوضع بإرادة شعبية، ما فيش جهة أخرى هتحطه لنا ولا يفرض علينا، من حقنا هيفرض على الاستفتاء نقبله ولا نرفضه. تمام؟ مسألة إحداث حالة من الذعر بهدف تعويق استقرار الأوضاع السياسية واستقرار والأداء الديمقراطي خطر علينا كلنا، خطر علينا. والواحد نفسه يقول لنفسه ويقول لإخوانه جميعا المشاركين في الهم العام من كل الاتجاهات، ما يصحش نعرض المصلحة الوطنية لمثل هذه المماحكات. ممكن نختلف في الآراء وفي الأفكار وكذا، لكن يظل المصلحة الوطنية أعلى من أحزابنا وجماعاتنا وأشخاصنا. ولو لم نقدم مصلحة الوطن العليا بمصداقية وإخلاص مش بتمثيليات وشعارات، لو لم نقدمها على مصالحنا الشخصية ومصالح أحزابنا وحركاتنا وجماعاتنا، فنكون هنا نعرض الوطن للخطر. الوطن هو الذي يحمينا ويحملنا جميعا، فلو لم نفعل ذلك نعرض وطننا للخطر. يا اخوانا مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة، ما بقولش كده لان راجل انا متعصب لوطني طبعا معتز واخطر بهذا، لكن يا اخوانا مصر دولة كبيرة، وكلما كان المكان الذي تنتسب اليه كبيرا وعظيما ربنا هيحاسبك عليه اكثر. وبالتالي نحن نحتاج لننطلق الى الامام، نبني وطننا وبشكل حقيقي وبشجاع ودون تردد او خوف. كفايه الصراعات الداخليه التي ليس لها محل للاعراب. لا يجوز ان يكون الخلاف بيننا يتحول الى حاله من السباق والتخوين والتجريح. ليه؟ من اجل ماذا؟ هو يعني يمشي برايك يا اما اكون خائن وعميل؟ حاله التخوين اللي تم في الاوساط السياسيه حاله خطيره جدا، حاله خطيره جدا. وحاله التخويف والتفزيع اللي بيتم ايضا حاله خطر. يعني اذا كان هذا استخدم من النظم المستبده، فهل نمارس نفس الهوايه؟ هي النظم المستبده مش كانت بتقول للغرب الحقنا تعالى لاحسن لغايه اخر لحظه من الثوره؟ ده لو الثوره نجحت هيجي الفزاعه الاخوان ودلوقتي فزاعه السلفيين وفزاعه. هو احنا شعب يعني حد هيستكرمنا؟ ده اهانه للشعب على فكره. قبل ما نكون اهانه، لكن الشعب ده عبيط ممكن حد يضحك عليه، الاخوان يضحكوا عليه، السلفيين الليبراليين يضحكوا عليه وحقيقي. شعبنا يا اخوانا انتوا بتنزلوا الكوره بعضكم من اهل الكوره، تشوف الراجل الفلاح اللي قد يكون امي لكن عنده قدر من الادراك ومن الوعي، اللي مع وجود الاميه التي نريد ان نقضي عليها تماما في مصر، لكن عنده قدر من الوعي والادراك. علينا ان نكف عن تجريح بعضنا بعضا ونساءد لبعضنا بعضا، علينا ان نفتح صدورنا لقدر من الخلاف اللي يكون الحكم عليه هي مصلحه الوطن العليا، والا مش هنستوعب بعض. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى في الحوار يعلمنا سلوك جميل جدا حينما يقول وان اولياءكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ما بيقولوش تعالى اتحاور معاك بس خلي بالك انا على حق وانت على باطل، اقعد بقى لما اعرفك الباطل اللي عندي. هو ده حوار؟ ده اول مبادئ الحوار والتفاهم ان نكون على نفس المستوى. لكن لما تقول لي تعالى انت على باطل وانا على حق، لا، ده بيقول له وان اولياءكم لعلى هدى او في ضلال مبين. تعالى يمكن انا على الحق، يمكن انت على الحق، يمكن انا على باطل، يمكن انت على باطل. تعالى نتناقش، وفي الاخر ما هو نهايه الحوار ان تحقرني على رايك؟ لا، ده نهايه الحوار ايه؟ ده بيقول له لكم دينكم ولي دين. بس كان الاسلام فتح انك اذا اختلفت الى حد ان يكون له دين ولك دين فليس عليك ان تحقره. فما بالك بقى مجرد الراي الاداري او السياسي، مش قادر تقول له لك رايك الاداري ولي رايي الاداري، لك رايك السياسي ولي رايي السياسي. ده بيقول لكم دينكم ولي دين. اخواننا الذين يتصورون ان الحريه اختراع حديث لم يؤسس لمعاني الحريه الحقيقيه مثل ما اسست له الحضاره الاسلاميه. ويجب علينا ان نعلم ان كل التاريخ الاسلامي ما حدث فيه من استبدال وانحراف عن معنى الحريه العظيمه لم يكن الا خروج عن السياق، لان هو ده اكرم ما حب الله ليه الانسان الحريه. اكرم ما حب الله للانسان الحريه يكون حر بريء الذمه، فتاتي الشريعه وتحمل ذمته ببعض التكاليف. عشان كده الشريعه كانت رفيقه بنا،
يقول قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، مش تعالوا اتلوا ما احل الله لكم. وكده الاصل الحريه، حلال الجواز الا فيما استثني. يقول تعالوا اتلوا المحرمات التي هي تقيد الانسان، محرمات اصلا بتقيد الانسان، لكن هذا القيد بنقبله بحكم عباده لربنا وانه محفوظ. ما هوش ده الاصل، تيجي من اصل الكلمه. وده معنى جميل من المعاني العظيمه للحريه التي لا يدركها الذين يتصوروا ان حتى الممارسات، لما بيجي بعض الشباب ويقول لي الديمقراطيه ده منتج غربي ونحن مجتمع اسلامي، لماذا نستخدم هذا المنتج؟ الديمقراطيه منتج انساني. الديمقراطيه منتج انساني. الانسانيه دفعت دماء كثيره جدا حتى وصلت الى ان وسيله لاداره الخلاف وتداول السلطه، سواء السلطه على مستوى الدوله او مستوى المؤسسات، هي الديمقراطيه. احنا نعمل انتخابات ونشوف الاغلبيه تنتخب مين، وسيله لهذا التداول. والخروج الديمقراطيه جزء منها، او الشورى جزء مكمل ليها، ان يتم ممارستها بطريقه صحيحه. لان ساعات الناس بتحسب الديمقراطيه او الشورى انك تلم ناس كده وبعدين تقول الاغلبيه قالت كذا اوعى تفتح بقك. لا، هو انت اللي عملته ده ملتزم بنظام واللوائح؟ لا، الخروج عن اللوائح والنظام خروج عن مبادئ العداله، خروج عن الحريه والديمقراطيه والشورى. وبالتالي مش كل ما يجي ناس يقعدوا ويعملوا حاجه ويبقى يقول لك ده هو ده كده وكذا وكذا. الحريه اعظم ما حب الله به الانسان. فبالتالي يجب ان يكون اقترابنا من العدوان على حريه الناس اقتراب الى الخطر. والبعض اللي عنده قلق، وبعضهم قد يكون محقا فيما عنده من قلق، لكن لا يجوز ان احنا نحول هذا القلق الى حاله من الفزع. يعني انا افهم واتفهم ان بعض اخواننا الاقباط او المسيحيين يكون قلقان من حكايه ان لو الاسلاميين جم في الحكم، يكون قلقان، مع انه لو راجع التاريخ كويس، انا بقول اتفهم، لو راجع تاريخ 14 قرن وقارن هذا التاريخ، تاريخ التعايش الجميل بين المصريين بغض النظر عن كونهم مسيحيين او مسلمين، هيقول بس التاريخ لم يشهد هذا. في شويه وقائع حصلت هنا او هناك كلها وقائع فرديه. هل هناك اجمل من تاريخ الثوره الحديثه نفسه حينما كان 18 مليون مواطن مصري في الشوارع في غياب تام لجهاز الامن؟ لم يحدث عدوان على كنيسه ولا على جامع ولا مسلم ضرب مسيحي ولا مسيحي ضرب مسلم. وكان اولى لو ان الطائفيه والعدوانيه الدينيه متوفره عند المسلم او المسيحي، كانت دي فرصه لعمل الانفاذ. البعض بيقول الناس كانت مهمومه بهدف اكبر وهو ازاله النظام، لكن كان يحصل حادثه او اثنين، يعني ده 60 كنيسه كنيسه واحده، ومع ذلك لم يحدث شيء. دليل على ان القصه الطائفيه قصه استغلال لمشاعر دينيه طياره عند المصريين سواء كانوا مسلمين ومسيحيين، لان الدين على جوه خلايا الشعب المصري، استغلال ليها واثارتها في احداث هنا وهناك. علاج المساله ليس بالتمويز بين السيس والشيخ يبوسوا بعض مع السلامه ما حصلش حاجه، لا، علاجها بإنفاذ القانون، ان يكون القانون على رقاب الجميع، وان تكون كافه طور العباده مفتوحه للقضاء والنائب العام. مش عايز تغلق مسجد عاوز يشوف النائب العام، يشوف ايه اللي فيه، يشوف كنيسه او دير، يشوف مسلم اعتدى على مسيحي او شيخ اعتدى على كذا، يتحاسب امام القانون. ده العلاج. علاج الحاجه الثانيه هو ان نحقق معاني المواطنه التي هي جزء من العداله السياسيه والاجتماعيه تحقيقا حقيقيا. ما تقولش المواطنه ان المواطنين يشتركون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن جنسهم او دينهم او عقيدتهم، وبعدين تيجي تطبق، فيوم انا اتقدم يطلع الولد الشاب في كليه الطب الاول يروح مش معينين ليه؟ يقول لك اصل ده مسيحي. طب السنه اللي بعدها يطلع الشاب اللي ما تعينش ليه؟ ده اسمه محمد يا عم مش اسمه جد، يقول لك اصل ده اخواني، فبرضك ما يتعينش. الله، يبقى اذا حقوق المواطنه حرم منها كثير من الناس، ليس قضيه المسيحي والمسلم، لا، ده حتى حصل تمييز عنصري ضد الاخوان وضد المسيحيين، بعض المسيحيين وضد
إذا نرجع لحقوق الموضوع الناس، يتقدم الإنسان في المناصب بتاعته بكفاءته. أنت كفء فتكون في المنصب، مش كفء ما تكونش في المنصب بغض النظر. وهو ده معنى الحقيقي للمواطنة اللي برضك أسست وثيقة المدينة. الناس بيقولوا لنا لا المواطنة دي يعني وثيقة المدينة اللي عملها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يقراها ويرجعها يجدها تأسيسا جميلا وراقيا لمعنى المواطنة. فيساوي سيد البشر في الحقوق والواجبات بين المسلمين الذين يعيشون في المدينة وبين المشركين وبين اليهود وبين كلهم في الحقوق. نتشارك جميعا في هذه المسائل. هذه التخوفات كلها كانت راجعه لسوء اداء وسوء اداره هنا او هناك، كانت تتطرس بالدين للاسف الشديد، والدين بقيمه عظيمه وعدالته وشرفه ابعد ما يكون عن هذا. التحدي الثالث اللي قابلنا امام الثوره مع التحدي الاقتصادي والتحدي الطائفي هو التحدي الامني. الامن يا اخواننا ليس مساله عسيره، هناك في قدر من التواطؤ مع اعداء الثوره في احداث حاله من الفزع باسباب الامن. الامن عاوز ايه؟ عاوز افراد وعاوز امكانيات، وكده هو متوفر في مصر. احنا قدمنا مشروع لتجاوز الذين خرجوا وابتعدوا من جهاز الشرطه او تركوه لم يعودوا. ممكن يتم تنفيذه بسرعه جدا. انا اتصور ان الامن يحتاج لقدر من حزم، قدر من معاونه مننا كمواطنين، حزم من الاداره المسؤوله عن الامن ووزير الداخليه ورجاله، والحزم بعقليه احترام المواطن واحترام القانون. مش الحزم معناه ان تجيب الناس اللي هيديروا فساد الشرطه، ده مش حزم، ده اجرام. لكن حزم انك تطبق القانون على الناس سواسيه. انا كنت جاي من مطار الدوحه امبارح، وبعد ما ختمنا قالوا طيارة الدوحة كلها بكره ما تحدش شيء. فوقفنا، وبعدين جه حد ضابط شرطه قال لي اهلا يا دكتور عبد المنعم اتفضل، يعني كان عاوز يخلص لي يعني جوازي اكراما لاي شيء. قلت له لا، ده الناس كلها واقفه، الناس كلها كلنا مش اي حاجه. انا سعدت لما تقدم امين شرطه قال له لا يا باشا الناس كلها زي بعض. قلت له برافو اكسلنت ممتاز. يجب ان نكون نشعر بكرامتنا كمصريين، اننا جميعا بالفعل كوننا مصريين سواسيه كاسكان المسلم. يقف رئيس الوزراء في الطابور زي ما يقف ده رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء يقف يخالف في المرور، الشرطي يوقفه ياخد مخالفه. يا اخوانا قيم العداله دي نحن اولى الناس به. اللي قاعدين يجيبوا لنا نماذج من عداله ولنا ان نستفيد من هذه النماذج من الغرب ومن الشرق، ما طبقت على مدار تاريخنا، طبقت على مدار تاريخنا. فاحنا يجب ان نستدعي هذه القيم العظيمه ونطبقها ونعيش بها. الاعزاء الكرام، انا لا اريد ان استرسل في حديث، لم اكن اريد الا ان اقدم بعض الخواطر حول يعني ما نحن جميعا مقدمين عليه ولن ننجح فيه الا بتعاوننا كلنا واتفاقنا حول بعض وعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه وتعاون بعضنا بعضا فيما نتفق عليه، والذي نتفق عليه كبير وواسع بين كل اطياف الشعب المصري، فنتعاون فيه بدل ما نتصارع ونتشاكم ونجرح بعضنا بعضا دون التزام بالمصلحه الوطنيه العليا. احنا بنأكد في برنامجنا بالدرجه الاولى عن قضيه الحريه بتفريعاتها وتفاصيلها، وعلى قضيه العداله، وعلى قضيه التنميه، واهم اساس من اسسها هو التعليم والصحه. وان شاء الله ربنا يكتب لنا ولكم ولكل المصريين التوفيق، ونحن نتقدم لخوض خدمه وطنيه ان وفقنا الله فيها فسنخدم الوطن من خلالها، وإن لم يوفقنا فسنظل خدما لهذا الوطن من أي موقع نعمل فيه، محبين للجميع وطالبين من الجميع. هذا يسيء لنا لأننا لن نسيء لأحد. نحن نستصحب قول الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين وأمر بالعرف والآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نحن لن نستصحب في حملتنا ابدا اساءة لمن اساء الينا او نجرح من جرحنا، وسيظل من اساء الينا او جرحنا او انتهك نياتنا ومعنوياتنا سنظل ندعو له بالتوفيق وبالهدايه، لاننا نعلم بهذا انه سوء الليتر سنكسبه
الى صف الوطن العزيز. وشكرا والسلام عليكم.